السلام عليكم ورحمة الله. انتبهوا من المناديب، مناديب التوصيل حقين توصيل الطلبات. قبل ما نعرف قصة المندوب لا تنسون ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. مساكم الله بالخيرات وحي الله الجميع. بعد زحمة العيد قلت بعطيكم قصة، واليوم ما شاء الله الأجواء أمطار وغيوم علينا بالقصيم. سلمكم الله. هذا واحد من أهل الرياض، رجال وصل 50 أو طلع منها شوي ويبي يتزوج زوجة ثانية. تلفت يمين ويسار وخطب، ما لقى اللي براسه، فقال غدين أوسع الدائرة واطلع عن البلد، أروح خارج المملكة العربية السعودية. لكنه دائما يفكر موضوع هالرجال هذا، اللي هو موضوع أنت الحين لو واحدة من أقاربك تبي تخطبه، أو أحد من أقاربك تقدم يخطب منك، الوصول للمعلومات عن هالشخص صعبة جدا وهو محيطك وقريب منك. ما بالك لو تطلع لديرة ثانية، ما بالك لو تطلع من دولك، وشلون تبي تلقى الناس الطيبين؟ هو كل بلد وفيه ناس أخيار أكثر من الأشرار، لكن وش يوصلك لهالأخيار؟ ومتخوبل، مرة يقول أروح مصر، مرة يقول أروح اليمن، مرة يقول أروح سوريا، ومرة والبلاد العربية كبيرة. يوم من الأيام يجتمعونهم كل مغرب، هو وإخوانه عند أمهم، قهوة المغرب عند الوالدة. يقولوا حنا مجتمعين، أخوي اليوم يعني بشهر 10، يعني رمضان مخلص، والناس ما زالوا يسولفون بأحداث العمرة وأحداث الاعتكاف. أخوه له ما شاء الله راعي اعتكاف ومعتكف بالمدينة، فكان يسولف أخوه يقول والله أنا تعرفت لي على مغربي بالحرم المدني، لا إله إلا الله يا هالمغربي، دين وعباده أدب ورجوله كل ما تبي. قالوا أخوه إيه طيب. المهم فهم أنه مع جلسته معتكف مع هالمغربي تبادلوا العناوين وصار بينهم صداقة وتواعدوا بتبادل الزيارات. بس عاد أخو رفيزنا هذا اللي بالرياض يقول صعب وش يوديه للمغرب. قال رفيزنا ذا اللي عمره فوق 50 أنا اللي بزوره بالمغرب. عطن رقمه وعنوانه، ما دامك تمدحه بدينه خلقه ورجولته، هذا اللي أنا أدور. عطوا هالعناوين. يقول ما اتصلت بالمغربي ولا بلغته إني بجي، طرت من الرياض على المغرب وجيت بالعنوان الديرة، ديرتهم زراعية. يقول يوم جيت الديرة واخذ لي فندق بوسط البلد، ودق عليه من المغرب من ديرته، السلام عليكم. السلام يا فلان. قال يا هلا. قلت له أنا أخو فلان اللي معتكف معك بالحرم المدني. على طول عرف أخوي وهلا ورحب، قال أنا يعني أتمنى أخوك يجي بزيارتي وأنتم كذلك، الله يحييكم جميعا. قلت له اسمع يا رجل، قلت له أنا بالمغرب وأخوي بالرياض وأنا جاي زيارة مخصوص لك وبكم موضوع. قال الله يحييك. رفيدنا هذا يظهر أنه يبي يفاجئه، ما علمه من قبل، يبي يفاجئه ويمكن ما يبيه يتكلف بشيء ما. قال له السعودي يقول للمغربي عطن عنوانك. جاء المغربي وأملى العنوان على السعودي. السعودي على طول نزل من الفندق واخذ تاكسي وقال ودى للعنوان هذا. طلعت بيت المغربي ما مشى نص ساعة أو 40 دقيقة بالكثير. يقول وصلت وكل يوم حنا يوم اثنين، يقول ما أنساه، وآخر العصر يقول يوم وصلت إلى منطقة زراعية مزارع زيتون أغلبهن، ولو بك البيت النظيف الجميل البسيط، ولا والله واقف ينتظران ويهلي ويرحب، ودخلت ودخلنا بالمجلس، ولا عنده رجال كبير بالعمر قال هذا أخوي فلان جايا زيارة من الديرة الفلانية، ديرة بالمغرب. يقول المهم قعدنا وسولفنا ودردشنا ويجيبون لي كاس عصير الحالي. يقول أنا استغربت، هل هي عادة بالمغرب يقدمون كاس عصير للضيف بالحاله من دون هم يشربون، ولا وش السالفة؟ يقول والله الرجال رجال وجيهن فليح وطيبة، لكن يقول والله أني تخبلت من هالكاس، أشرب على هويني وعلى مضض، أشرب ما أشرب. يقول دخلنا الشيطان ودخلنا الوسواس. يقول لما أخذت لي أبو 10 دقائق يوم جو عيالهم صغيرين جايبين سفرة طعام، أثرهم صايمين يوم الاثنين. إيه عرفت يقول انهم صايمين، وقالوا احنا والله نصوم الاثنين والخميس ونصوم ايام البيض. قلت بس جابوها الله، هذا اللي يبي يلقى لي العروس الطيبه. يقول جلست وفطرت معهم وتعشيت معهم وتمشيت معهم. طلع هذا المغربي ذا يشرف على مزارع زيتون، مشرف فقط يعني موظف في المزارع، وما فاتحوا بالموضوع. قلت والله انا جاي ترى بتزوج، وانا على ما قال مقدم على الزواج وببني بيت وتنجب اولاد ومن هالكلام. قال والله أنا خبرتي بالزيتون،
وشجر الزيتون، لكن زواجات والله يا رجل إني ما أقدر أخدمك، لكن أنا بعرفك على إمام المسجد، وإمام المسجد يعرف الناس أكثر منه. قلت سد مبارك، كثر خيرك، ونروح نصلي معك الإمام ويعرفن عليه. الإمام يقول تخوبل شوي وقال والله أنا ما في إلا أدلك على واحد يعتبر ثقة عندنا بالبلد ويمكن إن شاء الله يخدمك. قلت كثر خيرك. يقولوا يدلن على كالرجال اللي ما شاء الله وجه طيب. يقول قلت له السالفة كيت وكيت. أثر هالرجال ذا مختص بموضوع الزواجات وكذا، ويعرف الناس ويعرف الخطابات ويعرف البيوت ويعرف العوائل. يقول والله رجال طيبة. يقول ارتحت لهم. يقول ودهن سير هالخطيب ويدور لي والقى بنتك الحلال وتزوجه. يقول قلت عاد بعد هالزواج ما أنا معلن زواجي منه لمين أتأكد منه وأجيبه للرياض وأشوف وش عليه وش من لحية، هل أنا أسلك أنا وياه ولا ما أسلك. فجابه للرياض. يوم جيت بجيبه للرياض ولا تخبرون الرياض زحمة الرياض ومشاوير الرياض وغرابير الرياض. يقول وأنا همات بتصير الحالة وبنت صغيرة وأخاف عليا فأبيها تصير قريبة من بيتي، بس يقول أخاف أقرب يدرابي. فأخذ بحي مجاور الحيه، أخذ كشكيقه وأثث هاك الأثاث الحلو وجات المغربية وجلسوا وياه. قال أنا طبعا معلمه هو بالمغرب، قال ترى ما رايح أعلن لمين أشوف إيش وضعي. طبعا هو عنده عمل وانتدابات ويسافر ويروح ويجي فما يفقد كثير، ما يقول لعياله إني بروح وبجي وتبع العمل تبع الشغل تبع الحاجة الفلانية، وهو يجي عند زوجته الثانية المغربية. يقول راح سنة. يقول البنت ما شاء الله، يقول كل سنة أو كل شهر تزين عن الشهر اللي قبله. صارت السنة الثانية، السنة الثالثة. يقول يوم راح 3 سنين عاد خلاص قلت خلاص شكلي أبعلن الزواج، بس إنيها متردد وتحين الفرصة المناسبة. يقول وحملت بس السنة الثالثة. يوم حملت قلت أخاف الحين أعلن تصير مشاكل وهي حامل يأثر على الحمل، خل أصبر لمن تضع الحمل. يقول يوم يسر الله وجاب الله المولود. يقول وأنا وياه مستشفى الولادة وطلع المولود ذكر. يقول لي ولد أكبر عيالي ودق عليه، قلت ببدأ بولدي أعلمه وتشاور أنا وياه شلون نعلم أمه وشلون نفاجئهم مثل هالخبر. يقول وأنا مستشفى الولادة ودق على ولدي قلت يا فلان قال سم يبا. قلت تجي لمي مستشفى الولادة الحين قال سم. يقول مش مسافة السكة ولا ولدي عندي. يقول واستقبلوا عند الاستقبال حق المستشفى. قلت له اسمع يا ولدي ترى أنا تزوجت وزوجتي جاب الله له ولد وإلى الحين ما علمتكم ولا علمت أمك، فأبيك أول شيء الآن تسلم على زوجتي اللي هي خالك مرت أبوك وتشوف أخوك أنت الحين. هم من عاد نبي نشوف طريقه وآلية وشلون نعلم أمك، هل النادي إخوانه النادي خواته. أنت الحين تعال سلم ويصير خير. يقول وامسك يد ولدي وادخل بو على مرتي المغربية. قلت هذا ولدي فلان ويسلم عليه ويبارك له بالمولود ويسلم على الولد. يقول ولدي حار ونعر ورجل تفاعلي، ردة فعله كانت باردة، يحاول يتحمس معي بس واضح انه ما تحمس. يقول انا استغربت، انا صادمه بخبر يا ولدي انا معرس ولي سنين ولي ولد وهذا اخوك، وهذه ردة فعله. دعالي وقال يبا من ابسط حقوقك وشرح له الاربع، والله يصلح الولد واخونا وعلى راسنا وهذه خالتي مرت ابوي، وطلع. يقول انا يوم راح بدأت تكرقع براسي وراه ولدي كذا، لا تحمس لا تفاجأ لا انصدم. يقول واجي وادق عليه. الو؟ قال نعم. قلت اسمع يا ولدي المغرب، يقول حنا العصر وقت، اسمع يا ولدي المغرب تجي لمي ابيك بالمكان الفلاني نتقهوى انا وياك. قال سم يبا. يقول واروح لك المحل وانتظره. يوم جاء لمي قلت له يا ولدي انا عارف طبيعك وانا الحين صادمك بخبر وردة فعلك غريبة يا ولدي. عمر يبتسم قال تدري ورا ردة فعلي غريبة يبا؟ قلت له لا ما أدري علما. قال لي أني داري بعرسك من أول أسبوع. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، من اللي داري معك؟ قال ما أدري أحد. قلت تعال شلون دريت؟ من علمك؟ قال ما علمنا أحد، أنت بالأسبوع الأول طلبت عشاء من المطعم وأنا وخويي يشتغل توصيل طلبات خويي، وإننا بنطلع أنا وياه نتعشى بمطعم، وإنه قال لي تكفى معي طلب بوصله بالحارة اللي بجنب حارتكم بالحي اللي جنب حيكم، نبي نحلت هالطلب ونروح أنا وياك للمطعم الفلاني. قلت له ممتاز، وركبت مع خويي وكان وقت بعد صلاة عشاء وتوجهنا للحي اللي بجنبنا،
والرجال المندوب التوصيل هذا رفيزي دق على الشخص اللي طالبنا الطلب، يقول يوم هرج وثره أنت يبا، عرفتك من صوتك نزيت. قلت أبوي طالب بس ما قلت لخويي شيء. يقول ور 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 ويقف عندك البيت رفيزي، أمر تطلع أنت من الباب، باب الشقة، وتاخذ العشاء وتحاسبه. شفتك وناظرتك بس إني قال انت سذا بالمرتبة ما بيك تشوفها، أنت عارفا شفتك زين وعرفتك. المهم يقول بديت وانا يا بيي الى اخذت امر، احيانا اشوفك نازل انت وياه، احيانا تركبون السياره، احيانا تنزلون من السياره، وواضح انها ما هي بسعوديه، ولكني انا ما ودي اعلمك ضيق صدرك، ولا المعلم من امي يضيق صدره، ولا انت صاحب القرار. متى ما بغيت واردت تعلن العرس تعلنه، لكن انا وش دخلي دامك ما قلت لي هذه من خصوصياتك يبا. يقول الرجال وما انصدم من ردة وليدي، ردة فعله، يعني من يوم عرسي لك فوق 3 سنين داري ولا علمت أحد ولا أخوياك؟ قال والله يا بي ما علمت أحد. قال تستاهل وانا أبوك. يقول واخذ واروح بلما المعرض واطق له السيارة اللي هو يتمناه. والله العظيم انك تستاهل. عاد فيما بعد يعني أعلن زواجه، وطبعا هو مسجله بشكل رسمي واخذ يعني متبع الإجراءات القانونية، ورزقت منه بهالولد، والظاهر انها جابت بعد زود عيال، الله يوفقهم ويجمع بينهم بخير. وما شاء الله. أنت أيها المتابع وش رأيك بموقف الولد؟ هل الولد صح مع أبوه ولا غلط؟ هل هو صح مع أمه؟ هل هو وفى بحق أبوه؟ هل هو أخطأ بحق أمه؟ أنتظر رأيكم وتعليقاتكم بالتعليقات. وبنهاية القصة أشكر لكم طيب الاستماع، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.